السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صاحبة قصة النهاردة بتقول: أنا اسمي سامع، عندي 29 سنة. بابا ميت من زمان، ماما هي اللي مربياني، وما عنديش غير أخ واحد بس، ولد وأصغر مني. الحقيقة إن أنا وأمي أصحاب جدا، دايما لما باجي أعمل أي حاجة بعرفها كل حاجة عني. ورغم إن أنا بنت المفروض إن ماما تخاف عليا، إلا إن أنا كنت ما بتحركش منها في أي شيء. يعني لو في أي حاجة، أي حد عايز يكلمني أو عايزة أقابله، كنت بروح على طول وأقول لها وأعترف لها وأعرفها. أيوة، يعني ما كنتش بتكسف منها خالص، حتى لو بعمل أي حاجة غلط كنت بعرفها بيها، علشان لما حد يجي يكلمها عني تبقى عارفة عني كل حاجة. كانت صاحبتي وقريبة مني جدا، وكانت دايما بتوعيني، بس الحقيقة إن أنا كانت دماغي ناشفة حبتين. ورغم كده، رغم ده إن أنا عمري ما عملت حاجة غلط. كان ليا علاقات كتير جدًا، بس أصحاب ومعارف وحُب من بعيد لبعيد وحاجات شبه كده، وكنت باقول لها على كل حاجة، لحد ما جه واحد وكان شغال معايا في نفس المحل اللي أنا شغالة فيه. الولد ده من أول ما دخل حياتي وهو شقلبني خالص. خالد كان قريب مني بدرجة تخوّف، وابتديت إن أنا وهو يحصل بينا كلام بسرعة كبيرة جدًا. ولمّا كنت باروح أقول لماما وكانت تقول لي: "أنا عايزاكِ تبقي تقيلة شوية، أنا عايزاكِ تاخدي بالِك علشان أنتِ شغالة معاه في نفس المكان." أنا ما كنتش باسمع لأمي خالص في الموضوع ده، لدرجة إن أنا بجد كنت مرمية عليه بطريقة تخوّف. ما أعرفش ليه كنت بمجرد ما بابُص للولد ده باحس إن أنا نفسي أوي أكون معاه، ما أعرفش إيه اللي حصل بالضبط من ساعة ما عرفته. المهم هو كان ولد لُعَبي، يعني كان مفتح بتاع بنات، كان ليه في كل حاجة غلط وشمال، كان بيشرب وكان بيعمل حاجات، وكان ليه علاقات نسائية كتير جدًا، وأنا عارفة، بس برغم كل ده أنا معرفتش أمنع نفسي إن أنا أحبه. حبيته أوي أوي، واتمنيت إن أنا أكون واحدة من ضمن الستات الكتير اللي هو يعرفها، حتى لو يعني حصل حاجة بيني وبينه، ما عنديش أي مشكلة من كتر ما أنا بجد كنت مهبولة عليه. ففي مرة من المرات كنا المفروض إن إحنا هنروح نجيب يعني حاجات من المخزن اللي إحنا شغالين فيه، يعني في نفس المكان يعني. فروحنا علشان نجيب الحاجة من المخزن. طبعا خالد كان معايا في الوقت ده، لقيته حاول إن هو يقرب مني ويمد إيده عليا، وأنا عكس تصرفاتي الطبيعية وأنا بخاف يعني على نفسي وبحافظ على نفسي، برغم إن أنا كنت بتكلم وبحب قبل منه كتير، لكن محدش لمسني إطلاقا. معاه نسيت نفسي وسبت نفسي خالص، ولقيت نفسي بتعامل معاه وكأنه هو جوزي فعلا. ما حاولتش إن أنا أبعده عني ولا أي حاجة، بالعكس، ده أول ما بدأ يحط إيده عليا أنا لزقت فيه، وابتديت إن أنا كنت باتعامل معاه بنفس الطريقة. قالت لي: أنا حاسة كده إن أنتِ بتتكلمي معاه أزيد من اللزوم، أنتِ ما بتحكيليش عن الولد ده ولا على تفاصيله زي ما كنت أنا متعودة منِك. قُلت لها: يا ماما ما فيش أي حاجة ما تقلقيش، وإن خالد بيحبني وعايز يتجوزني، رغم إن لحد اللحظة دي خالد كان معايا وبيعمل كل حاجة، لكن عمره ما قال لي حاجة عن الجواز، ولا عمري فاتحني في جواز. كان بيقول لي كلام حلو طبعًا، أُمّال يعني بيعمل معايا كده إزاي؟ وبيقول لي باحبِك وما أقدرش أستغنى عنِّك، ونفسي أعمل ونفسي ونفسي، لكن ما كلمنيش في موضوع الجواز. لمّا ماما اتكلمت معايا حسيت إن أنا قلقانة شوية، وخُفت جدًا إن مرة من المرات دي نتهور يعني إحنا الاتنين وإحنا مع بعض. ما أعرفش الولد ده بَرجِل كياني كده إزاي، بصراحة مش قادرة لغاية دلوقتي أفهم أصلًا أي حاجة. رُحت واتكلمت معاه وقُلت له: "يا خالد أنت ناوي معايا على إيه؟" قال لي: "أنتِ عارفة إن أنا باحبِك، بس أنا ظروفي دلوقتي مش أحسن حاجة." قُلت له: "أنا عندي استعداد إن أنا أتجوز وأعيش معاك في أي وضع، المهم إن إحنا نكون لبعض، أنا عمري في حياتي ما حصل بيني وبين حد أي حاجة من دي." قال لي: "أنا عارف وكان باين عليكِ." قُلت له: "صدّقني كل اللي حصل بيني وبينك ده محبة مش أكتر من كده، وأنا دلوقتي محتاجة إن أنا أعرف راسي من رجلي، أنا عمري ما خبّيت حاجة على ماما، وأول مرّة أخبّي عنها حاجة." وحكيت له كل حاجة عن حياتي اللي قبل كده، وعرّفته إن أنا كنت باحب وممكن كنت باقابل، بس حتى مسكة الإيد ما كنتش بتتمسك، وإن هو الوحيد اللي أنا كسرت معاه كل القيود بتاعتي. ساعتها لقيته حسيت يعني قد إيه إن أنا باحبه، ولقيته فعلًا قال لي إن هو عايز يتقدم لي، بس الظروف بتاعته دي هي اللي مانعاه، ولو أنا فعلًا عندي استعداد أعيش معاه على وضع اللي هو فيه ده، هو على أتم الاستعداد إن هو يتقدم لي.
وساعتها قلت له ان بابا متوفي وان انا عايشة مع ماما واخويا لوحدنا، وماما مش هتمانع على اللي انا هقوله، يعني ان لو انا قبلت ان انا اتجوزها هي هتوافق. قال لي يعني انت متأكدة ان انا لو جيت وخبطت على بيتكم انا مش هترفض؟ قلت له لا ما تقلقش. قال لي خلاص ماشي انا هاجي فعلا وهتقدم لك، بس مين اللي هيحضر معايا القعدة؟ قلت له انا عايزاك تيجي لامي علشان ماما هي اللي هتتفهم موقفنا، وبعد كده بقى لو خالي او عمي هيحضروا الاتفاق هيبقى مفيش مشاكل، بس اهم حاجة اول قعدة دي تبقى مع امي. قال لي تمام، وفعلا معداش كام يوم ولقيته فعلا حدد معايا ميعاد وجه وقابل ماما، وماما قعدت تتكلم معاه بإريحية وعرفته إن أنا وهي صحاب، وإن هي عارفة إن أنا كنت بكلمه وما تعرفش حاجة أكتر من كده، وقالت له إن هي بتحبني جدا وإن أنا صاحبتها، وكمان بدأت إن هي توصي عليا طبعا. هو كان محرج جدا وكان جايب معاه باباه ومامته، وقالوا يعني بكل وضوح كده إن هو ظروفه مش قد كده، وإن هو حتى لو هيقدر يعمل حاجة فهتبقى حاجات بسيطة جدا. ماما قالت له إن هي مش محتاجة منه أي حاجة غير إن هو يخلي باله مني ويراعي ربنا فيا. وفعلا قرينا الفاتحة بينا وبين بعض، وقالت له إن أنا هصبر عليك شوية عبال ما تقدر إن أنت مثلا حتى لو تجيب لها دبلة، وبعد كده هقول لعمامة وخلانة علشان يحضروا معاك اتفاق، علشان برضو تبقى واخدها من رجالة. وخلاص اتفقنا على كل حاجة، بس لسه ملبستش دبلة ولا أي شيء، بس بالطريقة دي خالد أثبت لي فعلا إن هو عايزني وإن هو ناوي على خير معايا. بعد الفترة دي بقى وخلاص ماما عرفت والموضوع بدأ بيني وبينه يتطور أكتر من الأول، اتفاجئت إن خالد بيعمل كل حاجة غلط. أول حاجة، أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن حياته بقى، عرفت إن هو بيشتغل شغلانة تانية، والشغلانة دي فيها الجزء من النصب، وإن هو قال لي إن هو ابتدى يجمع فلوس علشان يتجوزني. طبعا أنا ابتديت أبص للحاجة دي إن هي حاجة حلوة وإن هي علشان خاطري، وقلت أنا مش همنع إن هو يعمل أي حاجة، المهم يجيب قرش علشان نعرف نتجوز. والفلوس دي كان بيجيبها من إيه؟ كان بيجيبها من برشام زي الترامادول والحاجات دي، من واحد هو يعرفه بسعر قليل، ويبيعها بسعر أغلى على اعتبار إن صاحبه ده بيعرف يجيبها بسعر كويس، وهو بيبتدي يوزعها للناس اللي بتشتغل شقة، يعني الناس اللي هي بتشيل وتحط، الناس اللي هي بتشيل رملة مثلا وتطلع بيها أدوار عالية، الناس اللي بتشيل أجهزة كهربائية، الناس اللي بتشيل عفش، ناس يعني الناس الشقيانة والكلام ده. وطبعا هو بيستفاد، والناس دي بتاخد البرشام ده مش من باب الإدمان، بس من باب إن هما يقدروا يشيلوا ويحطوا ويتعبوا ويستحملوا التعب ده. كان أول حاجة أنا عرفتها عنه، والحقيقة إن أنا ما خدتش أي خطوة اتجاهه ولا حتى حبيت إن أنا أبعده، بالعكس أنا كملت معاه بعد كده. طبعا الفترات اللي احنا كنا بنتقابل فيها في المخزن طبعا بقى فيه غيرها كمان وجوده عندي في البيت. ماما من كتر ثقتها فيا كان ممكن ان هي مثلا تنام وانا قاعدة لوحدي، اخويا ما يبقاش موجود مثلا، ممكن تيجي تروح مشوار وانا ابقى انا قاعدة انا وهو لوحدنا، وناخد راحتنا مع بعض اكتر واكتر. والموضوع بدأ يتطور بقى بينا غير طبعا اللي كنا احنا بنعمله اصلا. كل حاجة ابتدى خالد يفرجني على فيديوهات إباحية، وخلاني أتعود على الحاجة دي من كتر الفرجة على الفيديوهات دي. ومع حبي ليه حسيت إن أنا بقيت عندي شراهة جنسية، يعني بقيت مدمنة في كل حاجة من الحاجات دي، معرفش قعدت يوم من غير ما أعمل الحاجة دي. الموضوع بالنسبة لي بقى بجد شبه الإدمان، زي أي حد بيدمن مخدرات مثلا ما يقدرش يستغنى عنها، الموضوع ده برضو بقى بالنسبة لي كده. وبقيت أنا اللي بطلب منه إن أنا أتفرج معاه على الفيديوهات دي. وطبعا في مرة من المرات ومع انفعالي وقت الحاجة دي مكنتش قادرة، وساعتها أنا اللي طلبت منه إن أنا عايزة أعمل علاقة كاملة، وده من كتر إحساسي بعد ما طبعا بقيت أتفرج على الحاجات دي معاه. وهو كان في الأول خايف إن الخطوة دي تبوظ الدنيا، وهو برضو معرفش كان ساعتها بيفكر إزاي، لكن أنا كنت بطلبها منه لأني عارفة خلاص إن أنا هبقى ليه وهو كمان هيبقى ليا، وما كانش عندي ذرة احتمال ولو بسيط إن الشخص ده مش من نصيبي.
لا أنا كنت بتعامل معاه خلاص إن هو جوزي، لدرجة إن اليوم ده من كتر الإحساس بتاعي قلت له زوجتك نفسي، وابتديت أتكلم معاه إن كأني دلوقتي في اللحظة دي متجوزاه، وقلت له إن أنا كل حاجة بتحصل بيني وبينه أنا معتبراها حلال مش حرام، وإن هي حب، مع طبعا الضغط على مشاعره والكلام ده كله والشراهة اللي أنا كنت فيها ابتديت إن أنا اللي أعمل كده. والنهاية فعلا في اليوم ده إن أنا فقدت عذريتي، ورغم إن دي كارثة كبيرة، المفروض إن أي بنت بتتضايق لما بيحصل لها كده وبتخاف جدا إن الشخص اللي قدامها ده يكون بيضحك عليها أو ما يكملش معاها. على العكس تماما، كنت فرحانة وطايرة من الفرحة، واليوم ده بالنسبة لي كان يوم سعدي وهنية، وحسيت إن أنا خلاص بقى مش عايزة أي حاجة من الدنيا، وإن كل اللي أنا بحلم بيه اليوم اللي هيتقفل عليا باب مع خالد. مش عارفة ازاي عملت في نفسي كده، وازاي ما خفتش، وازاي كان قلبي جامد بالشكل ده. وبعد كده لقيته بيقولي احنا دلوقتي خلاص يعني بقينا مفيش حاجة نخاف منها في العلاقة يعني. قلت له ايوه. قال لي خلاص بقى انا عايز بقى كل يوم نعمل كده، والموضوع بيني وبينه يبقى علاقة كاملة، وما اكتفيش باليوم ده. وأول فرصة جات لنا بعد كده لقيته ساعتها كان معاه برشام من اللي هو بيبيعه، ولقيته بياخد منه جزء، فبصيت له كده وقلت له أنا عايزة أخد معاك. فقال لي بلاش لحسن يكون جامد عليكي. قلت له لأ أنا عايزة، وخدت فعلا منه جزء من الحباية، مش الحباية كاملة. وبعدها لقيت نفسي برضو عندي إحساس بشراهة غير طبيعي. واليوم ده اتفرجت معاه برضو على فيديوهات اللي كنا خلاص اتعودنا بقى إن احنا كل مرة بيسمح لنا الفرصة إن احنا نقعد سوا لازم نجيب الفيديوهات دي ونلاقيها موجودة. جزء من قعدتنا في البداية لازم أنا وهو نفضل نتفرج على فيديوهات، وبعد كده بنقوم ننفذها بالحرف مع إحساس البرشام اللي أنا أخدته ده. كان بيخليني فعلا مش عايزة أبطل إن أنا أعمل كده. خالد بدأ إن هو يعودني على كل حاجة ممكن تتخيلوها، من برشام لسجاير لحشيش، حتى وصلت للشرب. وبقيت فعلا اليوم اللي أنا بعرف أنتهزه وأقضيه معاه مفيش حاجة ما بنعملهاش، كأنه بالظبط جايب واحدة من الشارع وبيمارس كل حاجة الغير طبيعية والجنسية زي بقى ما انتم عايزين تقولوا قولوا. وبقى دي طبيعة حياتي مع خالد من قبل الجواز. خالد فضل مكمل معايا وما سابنيش، بالعكس هو كمان كان متمسك بيا، وكان دايما بيقولي ان احنا هنفضل كده مع بعض، وان الحياة اللي احنا عايشينها دي احسن حياة في الدنيا، وان الانسان لازم يستمتع بحياته كلها وبكل تفاصيله الغريبة. بقى يا جماعة ان انا حسيت ان شخصيتي معاه اتغيرت 360 درجة. انا بقيت فعلا حاسة ان انا عاملة شبه بنات الليل او البنات اللي بيشتغلوا في الكباريهات، وبقيت غريبة. مش دي انا خالص. انا كانت امي مربياني كويس، ورغم ان هي كانت بتديني مساحة، لكن انا ما بستغلها غلط، وعمري ما كنت بعمل حاجة من وراها. كنت ملتزمة، وكنت بصلي، وكنت قريبة جدا من ربنا. كل ده بالنسبة لي انتهى، والسنين اللي أنا فضلت محافظة فيها على نفسي من قبل ما أقابل خالد وما كنتش بخلي حد يلمسني كلها ضاعت، واتغيرت كل حاجة حرفيا. كل حاجة اتغيرت مع الشخص ده. ساعات لما كنت بقعد مع نفسي كنت بقول إن ده أكيد من كتر ما أنا بحبه، وإن أنا أخيرا لقيت الواحد اللي يخليني أعيش معاه أحلى قصة حب زي الأفلام والمسلسلات، واللي بيني وبينه ده طبيعي علشان أنا بحبه وهو بيحبني. لحد ما جينا بقى خلاص هنجهز تجهيزات الفرح، لأن طبعا في خلال كل الفترة اللي أنا حكيت لكم عنها دي كان هو خلاص كلم أهلي كلهم وعمامي وخلاني ولبست دبلة بس، وكان كل المعارف عارفين إن احنا الاتنين اتخطبنا وإن احنا هنتجوز، وإن هو هيجيب لي الأساسيات فقط لا غير، وممكن أهله يعني أتجوز معاهم مع أهله في نفس الشقة. فجه هو بقى قبل الفرح فقال لي إن هو كان عندهم شقة فوق شقة أهله، صبوها بالخشب وإن هما يفرشوها حاجات بسيطة كده يعني، وهيسيبوها لنا احنا الشقة اللي تحت دي علشان لما نتجوز نكون يعني تكون بتاعتنا احنا قدام الناس، إنما فيما بعد ممكن هما ييجوا يقضوا اليوم كله معانا ويطلعوا على النوم أو العكس. والكلام ده طبعا أنا ما اعترضتش أبدا، وهو كان وحيد أهله، يعني خالد كان وحيد أهله.
فعلشان كده أهله ما كانش عندهم مانع إن احنا نعيش معاهم في نفس الشقة. طبعا أنا ما اعترضتش، كان كل هدفي أصلا إن أنا أعيش معاه، مش مهم أي حاجة، مش مهم فين. لعمري فكرت إن أنا هاشتري إيه في شقتي، ولا عايزة أجيب مش عارفة إيه طقم إيه زي البنات، ولا عايزة فرح عامل إزاي، ولا عايزة فستان شكله إيه، ولا في دماغي أي حاجة من الحاجات اللي أنا كنت بحلم بيها دي، أو كل البنات كانت بتحلم بيها. يعني البنات اللي في سني، يعني صحابي، كان نفسهم يشتروا حاجات معينة في جهازاتهم، ليهم طلبات معينة. أنا كان كل اللي أنا عايزاه إن أنا أعيش مع خالد في بيت واحد، وإن هو يبقى جوزي قدام الناس كلها، زي ما أنا معتبراه جوزي قدام ربنا. وعايزة أعيش معاه في الأحلام اللي إحنا بنعيش فيها دي، لأن الحبة اللي إحنا قعدناهم مع بعض واللي بنعمل فيها كل الحاجات اللي أنا بحكي لكم عنها دي، أنا حرفيا ببقى زي المغيبة. يعني ما ببقاش حاسة بحاجة، بتبقى قعدتي كلها سكر وهزار وضحك ورقص ونوم وعلاقة، وبس كده. كنت شايفة إن دي حاجة حلوة، وكأني مثلا كنت قافلة على نفسي قوي، ولما فتحتها معاه فتحتها قوي، وما بقيتش عايزة إن أنا أبطل أعمل كده أبدا. لما ماما طبعا عرفت الموضوع بتاع الشقة، إن إحنا نقعد لوحدنا، فرحت وقالت أحسن ما تعيشي معاهم في نفس البيت، وقالت مش مهم الحاجة تبقى قديمة، المهم إن انت تبقى عندك كل أساسيات البيت طالما انت يا بنتي عايزة كده. لأن ماما كانت وعداني إن هي من كتر ما هي بتحبني ومن كتر ما هي صاحبتي هتخليني أتجوز عن حب، وما عندهاش مشكلة إن أنا أحب الشخص اللي هتجوزه. وكانت شايفة إن التنازلات دي طالما أنا قابلة بيها مش مشكلة. فلما بدأت بقى إن هي تقول لخلاني وعمامي علشان خاطر خلاص إحنا هنتجوز، وعرفوا التفاصيل بالظبط، هما كانوا عارفين إن هو هيجيب الأساسيات بس، ما عجبهمش بقى الموضوع، وقالوا لها كده غلط، انت كده بتبيعي بنتك بالرخيص. قالت لهم دي مش بيعة وشروة، وده جواز، واحنا بنشتري راجل، وبنتي بتحبه وموافقة بيه، وطالما هو كويس معاها وشاريها خلاص، مش هنفكر بقى في الكلام بتاع الناس الغريب ده، العفش والشقة والكلام ده كله. راحوا عاملين قعدة وكانوا جايبيني يعني فيها، وراحوا قايلين لأمي يا بنت الحلال اللي بيجي رخيص بيتباع رخيص، ولما هو ما يتعبش ويشقى علشان خاطر يكون يكون بيته ومستقبله ويبني بيته، مش هيبقى عنده إحساس